احمد سألني امبارح بيقول ازاي ممكن اكون صاحب رأي ومبدأ ومش بسمع للي بيتقال وخلاص. مبدئيا لو الاحداث قدامك كتير والكلام اكتر ومش عارف تحدد مين الفاعل، فدايما بص على المستفيد. ولو عاوز تكون فكرتك الشخصية وتبعد عن الانسياق ورا رأي القطيع، ففي خطوات مهمة جدا لازم كلنا نعملها، لكن اللي بيعملوها هم اللي بيختاروا انهم يعملوها، لان الموضوع صعب ومش الكل بيحب الحاجات الصعبة. اول حاجة هي الوعي بتأثير القطيع. لازم نكون مدركين ان في دايما تأثير اجتماعي بيحاول يشكل آرائنا، ودايما لازم نسأل نفسنا سؤال مهم في المرحلة دي: هل أنا مقتنع بالفكرة دي وعلشان كده بتبناها؟ ولا أنا بتبنى الفكرة لمجرد إن في ناس كتير غيري مقتنعين بيها؟ 2. جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بمعنى إنك تسمع للكل وتكون فكرتك الشخصية، لأنك هتسأل عن اللي أنت مؤمن بيه مش عن اللي في دماغ غيرك. ما تعتمدش أبدا على مصدر واحد ولا وجهة نظر واحدة، وحاول دايما تنوع مصادرك. الصينيين دايما بيقولوا في كل 3 أشخاص بقابلهم في واحد منهم معلم ليا، وطول ما انت مش عارف مين فيهم المعلم ليك هتتعلم من الكل، وده مبدأ كويس جدا. فاسمع من الكل وخد من اي حد مهما كان مين اللي يتماشى معاك. في مرحلة البحث نوع مصادرك واسمع للناس بلا تحيز لحد ما تكون فكرتك الخاصة. ومعنى انك تقدر تكون فكرتك الخاصة هي انك تقدر تدافع عن الفكرة دي مهما كانت الأسئلة اللي هتجيك عليها، واللي هيساعدك في ده هو انك تسمع للمؤيد والمعارض علشان تقدر تكون صورة كاملة بدون اي تحيز. تالت حاجة، اسأل نفسك دايما أنا ليه مؤمن بالفكرة دي؟ هل بتقربني من ربنا ولا بتبعدني؟ هل فيها خير ولا شر؟ إيه مميزاتها وإيه عيوبها؟ طب إيه عواقبها على المدى البعيد؟ وهكذا، لأن ده نوع كبير جدا من التفكر. 4. تفكيرك لازم يكون تفكير نقدي ومستقل، بمعنى أنك لما تنتقد حاجة لازم يكون النقد ده نقد بناء. ما تقبلش بأي فكرة من غير ما تحللها عقلانيا ومنطقيا وطبقا للي أنت مؤمن بيه. وخليك فاكر إن الهدف من النقد هو القضاء على المرض مش على المريض، فالنقد يكون دايما للقول مش للقائل. وعلشان نوصل لده لازم نكون قادرين نقبل الاختلاف، لأن دي نقطة مهمة جدا. ما تخافش أبدا إنك تكون مختلف. الأصالة في الرأي والثبات على المبدأ في الغالب بيحتاجوا شجاعة كبيرة جدا. وبلاش تتبنى أي رأي أو فكرة أنت مش مقتنع بيها لمجرد إنك خايف من رفض الناس. أنت كده بتخسر نفسك. دايما طور قيمك ومبادئك الشخصية، حدد اللي انت مؤمن بيه وخليه قاعدة ثابتة في حياتك، وهو ده مرجعك. ده هيساعدك كتير جدا في اللي جاي. واخيرا فخليك دايما منفتح على التغيير، بمعنى ان لو ظهرت قدامك ادلة جديدة او فهمت الموضوع بعمق اكبر تكون قادر انك تغير وجهة نظرك او مستعد تراجع ارائك. الجمود والتصلب مشكلة كبيرة جدا بنفس قدر مشكلة الحكم على الناس، فحاول دايما تعلي قدر المسؤولية الفردية في حياتك، لان ده هو اللي هيخليك بقدر فهمك لنفسك بقدر عدم حكمك على الآخرين. وأرجوك فكر في الكلام ده كويس. سلام.